السلام عليكم، معاكم احمد بدرو. النهارده ان شاء الله هنشرح الاوتو كليكر. الاوتو كليكر ده بيخليك تدوس اكنك انت بتدوس وانت مش موجود على مكان الكليريك، وان انت تبدل السلاحين ما بين الويزرد والكليريك وانت سايب الاكونت بوت لوحده، بحيث انه يعمل ريكفري ويهلس نفسه وهو بيبوت والكلام ده كله عشان ما يموتش. اي حد بيلعب اوروبي لازم يستخدم الاوتو كليكر عشان خاطر اللعبه مع الاسف مش منزله الاوبشن ده. تمام. فالنهارده اوريكم ازاي تستخدموا الاوتو كليكر اذا كان على الموبايل او على اليوجي فون. تمام. لو اليوجي فون بنحمله من الجيم سنتر، بنكتب اوتو كليكر بيظهر لنا الايقونه بتاعته وننزله على طول، لكن في الموبايل عادي بننزله من على جوجل بلاي عادي. هسيب لكم اللينك في البايو بتاع الفيديو ده. تمام. بعد ما بننزله بندوس على الاوتو كليكر، بعد كده بندوس اوكي. بعد كده بيجيب لنا اعدادات ان احنا ندي بيرميشن للاوتو كليكر. بنفتح هنا، بندوس هنا بقى كده على البرميشن كده allow. تمام. طبعا بتفرق شكلها من موبايل التاني، بس انت المفروض تدي بيرميشن. بعد كده بندوس enable بيظهر لنا الخانة دي كده. تمام. بعد ما بتظهر لنا الخانة بنفتح بقى اللعبة. بعد ما فتحنا اللعبة هنلاقي البار ده بقى ظاهر كده في الجنب على الشمال. ودلوقتي احنا محتاجين 3 دوسات، وممكن في كل دوسة نحط دوستين عشان نتأكد ان الدوسة هتيجي صح. تمام. فاحنا اول دوسة محتاجينها اللي هي دوسة الكليريك. تالت دوسة اللي هي الدوسة على الريكفري، عشان البوت هنا مع الاسف مضربش الريكفري حتى، لازم تدوس عليه بايدك. وتالت كليك ان انا ارجع للويزرد، وبعد كده استنى الريكفري تخلص وارجع تاني للكليريك وادوس على الويزرد، وهكذا نفس السايكل. تمام. فاحنا دلوقتي عايزين اول كليكة تكون ايه؟ على الكليريك. هو هنا لما بندوس على البتاع بيقولك انت عايز تدوس على الكليكة التانية في خلال قد ايه. فاحنا هنقول له هتدوس على الكليكة التانية في خلال 5 ثواني. تمام. 5 ثواني. ندوس اوكي ونعمل زائد عشان ايه؟ نحط الكليكة التانية. هنشوف كده عندنا الكليريك، عندنا الريكفري فين اهي في الاول، نحط الكليكة التانية. عايز تدوس الكليكة التالتة في خلال قد ايه؟ برضو هنخليها 5 ثواني. تمام. ونحط كليكة تالتة زيادة على ايه؟ على الريكفري برضو خلال 5 ثواني. خليها 5 ثواني اهو. خلي هنا نغير ثواني، حط كليكة زيادة 3. وبعد كده هنعمل كليكة رابعة، حطها على الويزرد برضو خلال 5 ثواني. ونعمل كليكة 5 اللي هي الأخيرة بقى، اللي هو المفروض يرجع لواحد بعد ما يخلصها، اللي هي وقت الريكفري اللي هي 250 دقيقة، 250 ثانية ل 300 ثانية. فنعمل 250 ثانية. تمام. بس كده. هو كده ايه بقى؟ احنا يعني باللي مظبطينه ده معناه ايه؟ معناه ان هو لما هيدوس على واحد بعد 5 ثواني هيدوس على 2 اللي هو الريكفري، وبعد 5 ثواني هيدوس على 3 اللي هو الريكفري تاني عشان يتأكد ان هو دوسها صح، وبعد 5 ثواني هيرجع للويزرد اللي هو الدوسة الرابعة، وبعد بقى 5 ثواني سوري، وبعد 250 او 300 ثانية هيبتدي بقى يرجع على دوسة الكليريك تاني. معلش انا عارف ان الكلام معقد شوية، بس يعني بحاول افهمكم عشان هو الاوتو كليكر ده يعني ايه، شرحه رخم شوية. تمام. بعد كده هندوس بلاي، هيبتدي هو بقى يدوس على الكليريك. هو دوس على الكليريك اهو، طلع الكليريك. هيبتدي يدوس على الريكفري مرتين، داس على الريكفري. هيبتدي برضو يدوس على الويزرد مرتين يتأكد انه طلع. طبعا هو هنا طول في الكليريك كتير شوية، فانا ممكن ايه بعد كده اقلل 5 ثواني شوية، خليها ثانيتين مثلا. بس هيفضل يضرب بقى ويعيش حياته والدنيا تمام. وبعد ما الريكفري تخلص هيقوم ايه؟ مغير للكليريك ويعمل نفس السايكل وهكذا. فتقدر تسيب البوت براحتك، مش هتموت، الريكفري شغال والكليريك شغال وكله تمام. ويا رب اكون افدتكم، يا رب تكونوا فهمتوا الشرح المعقد شوية ده. بس هو يعني مهم اوي الاكونتات الاوروبي. تمام. شرفتوني.